النهاردة هنتعرف على مقارنة شاملة بين تمارين الحديد والكارديو. هنفهم بالظبط إيه اللي كل نوع تمرين بيعمله في جسمك، وليه الخلاف دايماً موجود بينهم. ناس بتقول الحديد أهم، وناس بتقول الكارديو هو الأساس. لكن الحقيقة العلمية إن جسمك محتاج الاتنين، وكل واحد ليه وظيفة مختلفة. ولو اعتمدت على نوع واحد بس هتفقد جزء كبير من الفوائد. شفائيات. أول فرق: بناء العضلات والقوة البدنية. تمارين الحديد بتشتغل مباشرة على الألياف العضلية، وبتعمل تمزقات دقيقة العضلة بتصلحها وتكبر بعدها، وده اللي بيزود القوة والحجم العضلي مع الوقت. كمان الحديد بيرفع معدل الحرق الأساسي، لأن العضلات بتستهلك طاقة حتى في الراحة. في المقابل، الكارديو ما بيحفزش نمو العضلات بنفس القوة، لكن بيساعد العضلات تشتغل لفترة أطول من غير تعب. تاني فرق: حرق الدهون والتحكم في الوزن. الكارديو بيحرق سعرات حرارية عالية أثناء التمرين، خصوصاً الأنشطة زي الجري السريع والعجلة، وده بيخليه ممتاز لإنقاص الوزن في البداية، لكن تأثيره بيكون لحظي. الحديد بيشتغل بشكل مختلف، بيزود الكتلة العضلية، وده اللي يخلي جسمك يحرق سعرات أكتر طول اليوم حتى وانت نايم. ثالث فرق: صحة القلب والجهاز التنفسي. الكارديو هو التمرين الأساسي لتقوية عضلة القلب، وبيحسن كفاءة الرئتين واستهلاك الأكسجين، وبيقلل خطر أمراض القلب والضغط والسكر، وده تأثير مباشر وسريع. الحديد كمان بيساعد على تحسين صحة القلب، لكن تأثيره أبطأ وبيكون غير مباشر. رابع فرق: الشكل العام للجسم. تمارين الحديد بتشكل الجسم وتبرزه، وبتديك جسم مشدود ومتناسق. الكارديو لوحده ممكن يقلل الوزن، لكن من غير بروز عضلي. علشان كده ناس كتير وزنها قليل بس جسمها باين عليه الترهل. خامس فرق: التأثير النفسي والعقلي. الحديد بيزود الإحساس بالقوة والثقة، وبيخليك تحس بإنجاز بعد كل تمرينة. الكارديو بيهدي الأعصاب وبيقلل التوتر والقلق. الاتنين ليهم تأثير نفسي مختلف ومكملين لبعض. سادس فرق: التأثير على المدى الطويل والعمر. تمارين الحديد بتحافظ على العضلات مع التقدم في السن، وبتقلل فقدان الكتلة العضلية، وكمان بتقوي العظام وتقلل الهشاشة. الكارديو بيساعدك تحافظ على صحة القلب ويطول العمر الصحي، لكن من غير حديد الجسم يضعف أسرع. الخلاصة: تمارين الحديد والكارديو مش أعداء، كل واحد ليه دور أساسي. الحديد لبناء العضلات وزيادة الحرق، الكارديو لصحة القلب والتحمل. الحديد يشكل الجسم، والكارديو يحسن اللياقة العامة، وأفضل نتيجة دايماً بتيجي من التوازن بينهم. لو عايز جسمك قوي وصحي، اعمل الاتنين بذكاء. اعمل لايك لو الكلام وضح لك الصورة، واشترك في القناة علشان يوصلك محتوى مبني على علم وتجربة حقيقية. واكتب في الكومنت برنامجك فيه حديد أكتر ولا كارديو.